صباح الخير. النهارده هنعمل مع بعضينا صلصه البشاميل الفرنسيه الاصليه. هعرفكم النهارده ايه هي النكهات والبهارات الاصليه اللي بتتحط على البشاميل الفرنسي علشان خاطر يطلع معاكم نكهه البشاميل النكهه الممتازه، وكمان هعرفكم ايه هي الخطوات اللي تعملوا بيها البشاميل عشان خاطر يطلع معاكم سلكي او حريري كده هوت بدون اي تكتلات. حتى المبتدئين هيقدروا يعملوا البشاميل من الصلصات الام في المطبخ الفرنسي ومن الصوصات العالميه المهمه جدا، بيحطوه على كل حاجه حتى على الساندويتشات. النهارده هنعمل مع بعضينا صلصه البشاميل الاصليه بدون اي افتكاسات ولا اي حاجه غريبه. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مره تشوفوني انا اسمي ناديه، ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. المكونات سهله جدا وموجوده عندنا في البيت كلها، مفيش فيها حاجه غريبه. هنحتاج ل 40 جرام من الدقيق قصادهم 40 جرام من الزبده، بما يعادل 5 معالق كبيره من الدقيق ل 3 معالق كبيره من الزبده. لازم الدقيق والزبده يكون يعني ميزانهم قد بعض بالظبط، ده اسمه خليط الرو. للكمية دي هنحتاج نص لتر حليب بما يعادل كوبايتين كبار من الحليب اللي هو كامل الدسم، والحليب ده هو اللي بيتضاف عليه اي نكهات اضافية احنا حابين نضيفها لو حبينا نضيف نكهات غير اللي موجودة، ولكن اللي موجودة دي عايزة اقول لكم انها كافية جدا. ورقه لورا وحوالي من 4 ل 6 حبات من القرنفل، والناس اللي ما بتحبش القرنفل صدقوني نكهته هنا مميزه جدا مع البشاميل واساسيه، يعني مهم، فيفضل ان انتوا يعني يكون عندكم قرنفل. عايزين كمان نص بصلايه ورشه من جوز الطيب. لو ما عندكوش جوز الطيب فريش، هو يفضل فريش، ممكن تستخدموا اللي هي الباودر. انا ما كانش عندي، كانت خلصانه فجبت اللي هي الاورجانيك دي. محتاج كمان ملح وفلفل اسود. اول حاجه المفروض ان احنا بنحط القرنفل كده جوه البصلايه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هو المفروض دي الطريقه يعني اللي هما بيعملوه بيها، علشان خاطر طبعا القرنفل لو اتضاف على البشاميل وهو زي ما هو كده ممكن يضيع مننا ويجي بعد كده بقى ايه في الاكل وفي بق حد ويضايقه. هنحتاج حله يكون لونها فاتح شويه عشان نشوف الزبده والدقيق ما يغمقوش مننا. اول حاجه هنسيح الزبده على نار هاديه علشان خاطر ما تتحرقش، وبعد كده هنحط عليها الدقيق وعلى نار متوسطه هنقلبهم مع بعضيهم. الخليط ده اسمه الرو زي ما قلت قبل كده، اللي هو الدقيق مع الزبده مع بعضيهم كده، هما كميات متساويه، ده اسمه الرو. هنقلبهم مع بعضيهم كده يعني شويه، وبعد كده هنسيبهم علشان خاطر يستووا لمده دقيقتين او 3 دقائق، علشان خاطر بس الطعم الني بتاع الدقيق يبقى مش موجود ويبقى على النار ونسيبه لحد ما يبرد تماما، يعني تقريبا 10 دقايق او ربع ساعه على ما نسخن الحليب. بالنسبه للبشاميل الفرنسي المفروض ان الرو يبقى بارد والحليب يبقى سخن. الحليب بقى هنسخنه، وفي المرحله دي لو حابين تضيفوا اي نكهات هما بيحطوا هنا بقى دلوقتي، يعني في المرحله دي اللي هي المطاعم الفرنسيه بيحطوا مشروم، بيحطوا صوص، اي صوص عندهم، بيحطوا بيف لحوم، بيحطوا نكهه فراخ، نكهه اي حاجه حابين تحطوا مرقه ممكن تحطوها في المرحله دي. وبعد كده بيصفوا الحليب بمصفى كده وينزلوا الحليب السخن على الرو او اللي هو الدقيق مع الزبده من غير نار ولا اي حاجه. يعني هنحط الحليب السخن عليهم ونقلبهم مع بعضيهم بسخونيه الحليب، هتدوب الزبده والدقيق دولت خالص تماما. اول ما يدوبوا خالص ومبقاش فيه اي كتل ولا اي حاجه نرفعهم على النار. بعد كده الخطوات دي مهمه جدا عشان البشاميل يطلع مظبوط. يعني البشاميل محتاج بس شويه خطوات مش اكتر من كده، اذا ظبطتوها واذا عملتوها زي ما انا عاملاها كده هتطلع معاكم مظبوطه حتى لو اول مره تعملوا بشاميل. بعد كده انا حطيته على نار متوسطه، ويعني قلبته كل شويه، يعني كل دقيقه كده كنت باجي اقلبه لحد لما يبتدي قوامه يتقل ويبتدي يدخل في مرحله الغليان. اول ما يدخل في مرحله الغليان تبتدوا تحطوا جواه البهارات اللي معاكم، اللي هو البصله واللورا وجوز الطيب، وسواء هتضيفوا ملح وفلفل اسود ضيفوه، لكن اي نكهات خلاص انتوا كنتوا المفروض تضيفوها على الحليب في الاول لو حابين تضيفوها. حطيت عليها بقى البصلايه ورقه اللورا ورشه جوز الطيب، وطبعا الملح والفلفل الاسود اللي انا اوريدي حسب رغبتكم ممكن تحطوهم.
وبعد كده تديله تقليبه كده اهوت. دلوقتي لو هو كميته اكبر من كده، انا مش عامله كميه كبيره قوي، كانت هتغطي البصلايه، ولكن عشان هو كميته صغيره شويه فانا قلبت البصلايه عشان خاطر الناحيه اللي فيها القرنفل تبقى تحت وتبقى البشاميل ياخد النكهه من البصله. لما توصلوا للمرحله دي زي ما انتم شايفين قوامه ممتاز، هتسيبوه بس يغلي لمده دقيقه او دقيقتين علشان خاطر يمتص النكهه من البصلايه ومن القرنفل. زي ما انتم شايفين ده القوام بتاع البشاميل، لا هو تقيل ولا هو خفيف، ممتاز، ما فيش فيه اي كتل من غير بقى خلاط ولا هاند بلندر ولا اي حاجه خالص. 5 دقايق بالظبط. الرو بيبقى بارد، ممكن تشيلوه بارد وبعد كده تحطوا عليه الحليب السخن وخلاص. انا حطيته على صينيه مكرونه بني اللي كنت عاملاها للولاد. وعايزه اقول لكم ان انا لما سافرت فرنسا كنت بشوفه بيتحط على اي حاجه، على سندوتشات، على اي حاجه. فانتوا احنا عندنا في المطبخ الشرقي بنحطه على صينيه مكرونه، على صينيه مسقعه، بس فعلا البشاميل ده بيتحط على حاجات تانية كتيره قوي يعني مش هتتخيلوها. كده احنا خلصنا البشاميل الفرنساوي الاصلي. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه فيديو جديد.